السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة غريبة كانت تصيب فريد الأطرش عند سماع صوت أم كلثوم. قال الفنان الراحل فريد الأطرش إنه كان لما بيسمع صوت كوكب الشرق أم كلثوم سيدة الغناء العربي يبقى واقفا بالساعات دون أن يدري، إلى أن يقوم شقيقه فؤاد الأطرش بإحضار كرسي له عشان يجلس عليه، ده طبعا من شدة حبه لصوت أم كلثوم. فريد الأطرش قال في حوار قديم له، قال أنا لما كنت بسمع أم كلثوم كنت بسمعها كمتعبد في محراب، كنت بسمعها كعاشق أشعر بنشوة، فصوتها فلتة ولن يتكرر أبدا، لن يأتي الزمان بمثل هذا الصوت. فصوت أم كلثوم إنه الكمال، صوت مكتمل حتى لا يمكن وصفه بأكتر من ذلك. إنها هبة السماء والأرض، وأم كلثوم لا يمكن أن تأتي بأخرى مثلها، وإنما في نظري أغلى من كل شيء. وقال كمان على أم كلثوم إن هي همزة الوصل بين أبو الهول والسد العظيم والسد العالي. ذكر فريد الأطرش تفاصيل أول لقاء بينه وبين كوكب الشرق أم كلثوم، وقال لقد سعيت لإلقاء أم كلثوم، كنت عايزة أقابلها وقابلتها ورحبت بيا جدا، والحقيقة إن ما دار بينا كان رائعا للغاية، فقد أبدت أم كلثوم كوكب الشرق كل الاستعداد لأن تغني من ألحان. طبعا فريد الأطرش كان معروف إنه ملحن عظيم جدا، وقالت أم كلثوم إذا كان عندي كلام جاهز فتقرأه نجراه إحنا الاتنين سويا ونتفق عليه ونبدأ، ولا تتصور كم أنا سعيد بموافقة أم كلثوم، ولم أكن أظن أنها سترحب بي كل هذا الترحيب. موسيقار جميل، فنان من زمن الفن الجميل والطرب الجميل.